كل سنة في الوقت ده بترجع لي نفس الذكريات، نفس التوتر، نفس القلق يا ربي، كأن الزمن بيرجع بيا فجأة. فاكرين لما كنا في الثانوية العامة اليوم اللي طلعت فيه النتيجة ده كان يوم يعني مش قادرة أقول لكم. كنت قاعدة على اللابتوب وكنت بترعش، كنت خايفة جدا، عيني مش شايفة غير الأرقام، وكل اللي سامعاه في ودني صوت الناس اللي بتزغرط، أو الراديو. كان زمان كانوا بيعرضوا الأوائل الثانوية العامة من وإحنا صغيرين، كان بيتقال لنا إن الثانوية العامة دي يعني حياة أو موت، تحديد مصير، وإن الكلية اللي هتخشها دي خلاص بقى بعدها براحتك اعمل اللي أنت عايزه. محدش فينا كان بياخد فرصة يفكر هل ده حقيقي. أنا فاكرة كنت ماشية في الشارع أيام النتيجة وكأن معايا لافتة، يعني مكتوب عليها يافطة جبت كام. الناس كلها بتسأل، والجيران والقرايب، حتى البقال كان بيسأل سارة جابت كام. كنت حاسة إني تحت المجهر، وأي رقم هقوله هيغير نظرة الناس فيا. أنا جبت مجموع الحمد لله وقت التنسيق، مش العالي ومش الوحش، بس دخلت على موقع التنسيق حسيت بصراحة إني كنت في متاهة، كلية ورا كلية، وكل قسم تحتيه كليات تانية، وأنا مش فاهمة الفرق ما بينهم. يعني إيه علوم؟ يعني إيه قسم جيولوجيا؟ يعني إيه كلية اقتصاد؟ يعني إيه الفرق ما بينهم وما بين السياسة أصلا؟ لقيتني بحاول أستوعب وأنا أصلا مش فاهمة أنا عايزة إيه. وقتها كان التنسيق، لو حد ما يعرفش، إحنا يعني كنت آخر الناس اللي هم بتوع 2012. عارفين الدفعة دي بتاعة 2012؟ مش حابة أشرحها أكتر من كده. كل حاجة كان فيها عالية، ده الطب كان 100%، يعني مش قادرة أقول لكم 101%. المهم، مخبيش عليكم، ساعتها أنا كنت بقعد بالورقة والقلم مع ماما وبابا واختب الرغبات بتاعتي. كان نفسي حد يسألني يا سارة انت بتحبي تشتغلي ايه؟ انت لما بتتكلمي عن ايه عينك بتنور؟ لكن لا، كل اللي حواليا كانوا بيقولوا ان الفرصة بتيجي مرة، ولو دخلتي كلية بسيطة يبقى عمرك ما هتعوضيها. بس الحقيقة ان انا اللي هعيش جوه الكلية دي، مش حد تاني. انا دخلت الكلية الحمد لله محدش كان يحلم بيها، يمكن حتى الناس اللي كانت بتشوفها درجة تانية. ايوه كنت محبطة، بس كنت ببص على زمايلي اللي دخلوا كلية قمة، بسأل نفسي هو انا فاشلة؟ بس حصلت حاجات غريبة مع الوقت، بدأت أتعرف على نفسي من جديد، بدأت ألاقي شغفي في حاجات حرفيا محدش كان متخيلها. لقيت نفسي بحب التحاليل، بحب أشتغل بإيديا، بحب أفهم جسم الإنسان، مش لازم والدتي الأول قبل ما أقدم في كلية زراعة جامعة القاهرة، خدت بعضها كده وراحت شافت كلية علوم. يا جماعة أنا حرفيا أنا من الشخصيات اللي بترتاح نفسيا في المكان، وكان ممكن أعمل يعني كان ممكن إن أنا أخش كلية علوم، بس حرفيًا أنا فعلًا ما دخلتها ما حسيتش براحة، ما حسيتش إن أنا مرتاحة إن أنا أدرس يعني 4 سنين من عمري في المكان ده، فاهماني؟ على العكس، على العكس لقيت راحة ومن جوايا كده حابة إن أنا أقعد في المكان ده وأشوفه وآجي كتير فيه. كلية زراعة من الكليات اللي حرفيًا دكاترتها بسيطين جدًا وبيبسطوا لك المعلومة وfriendly أوي وودودين جدًا معايا ومع الطلبة. يعني بصراحة آآ يعني كانت تجربة جميلة جدًا، ولو اتكررت تاني وتقولي اختاري يا سارة أي كلية، أقول لكم زراعة. وكان نفس القسم اللي موجود في كلية علوم، طبعًا بفلوس، يعني كان بتدفع له فلوس أرقام يعني
أرقام كبيرة عشان أخُش قسم biotechnology في كلية علوم. دخلتها عادي موجود في كلية زراعة وباللغتين، باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، يعني قسم بالإنجليزي وقسم بالعربي، وجميل ولطيف والدكاترة حلوين وكانت تجربة جميلة جدًا، فاهمني؟ بس أنا اخترت وقتها ووالدتي اختارت وقتها راحتي النفسية. مرّة حضرت ورشة تدريب في الصيف وكان فيها ناس من كليات تانية كتير. الورشة دي عبارة إيه، إن كنا بنعمل لازم في تدريب صيفي، تدريب مدفوع، اللي هو إحنا نشوف مكان ندفع فيه فلوس نعمل فيه تدريب صيفي، وتدريب تبع الكلية بتوديه لنا. المهم رُحت التدريب اللي تبع الكلية كليتنا بتوديه اللي هو مركز البحوث، ورُحنا، فكان طبعًا معانا كليات تانية يعني كتيرة، كان معانا طِب وعلاج طبيعي، آآ طِب بيطري، وكان معانا صيدلة، وكان معانا علوم، تمام. فكان الدكتور في الآخر خالص في آخر الcourse اللي إحنا كنا بناخده في الصيف، قال كلمة كده عمري ما أنساها، قال: "اللي بيفرق ما بين شخص ناجح وشخص تاني مش الكلية، دي الإرادة." بصراحة الكلمة دي سابت جوايا علامة كبيرة، حسيت إن ربنا بعتها لي مخصوص علشان أصحى. كنت وقتها في إجازة الصيف في سنة تانية، فكنت حاسة إن خلاص بقى يعني تانية وبعد كده نبدأ نتخصص، فالدنيا كانت مظلمة بالنسبة لي. من يوم ما اقتنعت إن الكلية دي مش نهاية بدأت أتحرك، اتعلمت مهارات جديدة، اشتغلت على نفسي، حضرت دورات، اشتغلت شغلانات بسيطة يعني بعد ما خلصت على طول. بس كل حاجة كنت باعملها كنت باحطها في قلبي بصراحة. بصراحة يعني الحمد لله إن أنا آآ بقيت اللي أنا فيه، وباحمد ربنا إن كان عندي ماما وبابا الاتنين ربنا يخلّيهم لي إمم، يعني يبعد عنّهم أي حاجة مش كويسة ويبارك في صحتهم. هُم فعلًا كانوا والوحيدين اللي كان ليهم الفضل بعد ربنا في اللي أنا وصلت له. في النهاية الكلية حرفيًا مش نهاية الطريق. بصراحة النهارده وأنا باتكلم معاكم حاسة إن أنا مش ندمانة ما دخلتش طِب ولا أي حاجة تانية علوم. بصراحة أنا فخورة باللي أنا وصلت له واللي أنا بنيته في نفسي مش الكلية. أنا اللي طوّرت مهاراتي مش التنسيق اللي حدد لي المصير. رسالة لكل طالب وطالبة دلوقتي، لو أنت بتسمعني، لو أنت دلوقتي مستني نتيجتك أو بتدوّر على اختيارات التنسيق، اسمعني كويس من واحدة عدّت الطريق ده. الكلية مش هتحدد أنت تبقى مين، اللي هيحدد هو شغفك واجتهادك وتعاملك مع الفرص. لو الكلية ما عجبتكش مش نهاية العالم، أنت تقدر تبني نفسك برّه الكلية كمان. طبعًا تقدر تبنيها إزاي يا سارة؟ عن طريق الكورسات، عن طريق الندوات. على فكرة في ناس كتير أوي بتقدر يعني مش هاقول لك بتغيّر الكلية، بس حاول إن أنت تطوّر نفسك. شهادة، في الأول وفي الآخر هنقول شهادة، وادّي فرصة للكلية دي، ولو ما لقيتش فرصتك مع الكلية، ادّي فرصة لنفسك إن أنت تبدأ تطوّر نفسك في الحاجة اللي أنت حاببها. أنا مش باقلل من أهمية الدراسة، لكن باقول لك إن في حاجات تانية أهم، تفهم نفسك، تؤمن بقدراتك، تعرف إن حياتك لسه في أولها، وإن ما فيش حد ليه حق يحدد مصيرك غيرك. افتح قلبك للحياة، خلّيك مرن، واسأل نفسك دايمًا
هل أنا ماشي في الطريق اللي بيشبهني؟ ولو لأ، خلّيك شجاع وغيّر الاتجاه. ودي كانت حلقتنا النهارده. أتمنى لكل الطلاب من كل قلبي يوصلوا للي هُم عايزينه، ولو جات لك كُلّية أنت مش حاببها ما فيش مشكلة، طالما مش هتقدر تخُش أي كُلّيات تانية أو ما تضغطش على الأهل خالص. خلّيك وطوّر نَفْسك من اتجاه التاني. كانت معاكم سارة من قعدة المصطبة، ولو عجبتك الحلقة ابعتها لحد من صحابك حاسس إن هو متردد وخايف على مصيره، وحاول تفهّمه إن مش الكلية هي نهاية المسار، دي محطة حقيقي. سلام.